حاجة بس ممكن تروحين المكان عشان الناس إذا ممكن يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتوا شايفين الفيديو كده في اوله. انا جاية النهاردة اتكلم عكس كل الناس، اتكلم على ضباط وعساكر الحرم، سواء الحرم المكي او الحرم النبوي. انا كنت قاعدة والله بصور فيديو عادي خالص صغير لعيالي، وشفت المشهد ده قدامي. ايه المشهد؟ ان الضباط بيستأذنوا الناس ان هم يحافظوا على النظام. انا عايزه اقول لكم من ساعه ما رحت مكه واول يوم نزلت فيه، طبعا محدش يعرف ان انا تهت. طبعا جوزي كان معايا وكان هو واخته. هما دخلوا ناحيه الكعبه جوه، وانا جوزي يعني كان ماسك اخته كده، وانا ما بحبش حد يخبط فيا. فلفيت من الدايره الكبيره، كنت شايفاهم والكلام ده كله. وبعد كده هم راحوا عملوا كملوا عمرتهم على كراسي متحركه يعني وكده، وانا كملت في ارض الطواف، في صحن الطواف. بعد كده من يمكن من الساعه 1 تهت تمام لحد يمكن تاني يوم الظهر. مفيش، اقسم بالله الكلام اللي هقوله ده حصل. الناس دي قمة في الاحترام، قمة في الادب. اللي يجي يقول لك ضباط الحرم بيهم وبيشتموا وبيضربوا، كل دي انا ما شفتوش طول ال15 يوم. كل الموجودين كان بيساعدني. انا رحت لظابط، طبعا مش اللي كان في اول الفيديو ده اول فيديو. انا كنت قاعده عادي وكان جوزي موجود عادي واخته. يمكن كانت الفجر، قلت له انا تايهه من الساعه 1 من جوزي. عملت الطواف، طفت ومش عارفه فين المروه والصفا، او الصفا والمروه. كنت منهاره، كنت ببكي بصراحه. قال لي ولا تزعلي يا امي، والله والله العظيم ولا تقلقي. وقفني في مكان ما حدش وقف فيه، قال لي خليكي هنا لحد ما اخلص شغلي. كل ما هنالك يا جماعه الناس بتطالب بالالتزام بالقواعد، الالتزام بالمرور. انا لما اجي اقعد في طريق وبعدين حد جنبي يجي يقعد وبعدين حد جنبي يجي يقعد، طيب الناس اللي رايحه وجايه من الطريق ده هتمشي ازاي؟ ده انت لو في شغلك هتخلي الكل يلتزم بالقواعد. لو انت في بيتك مش هتخلي حد يقعد لك قدام باب الشقه. معلش احنا بنتكلم. كان في حمله عدت كده، ناس انا معرفش سبحان الله مين دول. ده تكون حملة ممنهجة ضد الناس دي. أنا كنت رايحة وقلقانة، والله العظيم كنت رايحة وقلقانة. اللي أنا شفته غير كده خالص. الناس محترمة، الناس ودودة، الناس بتحب تساعد الناس غاية ما هنالك. يا عم التزم بالقوانين. هل ده شيء صعب؟ ما أعتقدش إنه صعب. المكان ده كان هو المفضل بتاعي، ان انا بقعد كده جنب المستشفى بتاعت اجياد، حتى كنت بصلي في المكان ده تمام. كان بصعوبة قوي لو دخلت الكعبة. اختي جوزي ما كانتش بتقدر تمشي قد كده يعني والله، يعني كانت بتقول ما اقدرش ومش قادره، فكان جوزي بيخليني قاعده جنبها وهو كمان كان بيقعد. ده الفندق، طبعا كنت نازله في فندق واحد ضيافه. حصل لنا فيه كم موقف هبقى اقول لكم عليه بعدين. انما كنت بصور لعيالي زي ما قلت لك، فجمعت الفيديوهات وبتاع. راح الشخص ده او الضابط اللي موجود او العسكري اللي موجود، الناس المحترمه بتوع الحرم المكي، قال لي لا تزعلي، خليكي يا امي واقفه وانا هوديك. خلص شغله، كان بعد صلاه الفجر في مرور يا جماعه. انت امشي من هنا وتمشيش من هنا. هل ده شيء صعب؟ لا مش صعب. الالتزام حلو،
احترام القواعد او القوانين اللي في المكان اللي انت فيه حلو، انك تحافظ على النظام وتحافظي على النظام حلو. انا ما اروحش اقعد في مكان ممر واقول لا ده بيزقني وده بيشدني. تمام. لما انا احترم نفسي الكل هيحترمني. انا والله العظيم انا في مره كنت في الدور الاول، وفي ضابط قال لي لو سمحت بلاش تقعدي هنا، قلت له حاضر وقمت. اقعد فين؟ قال لي اقعدي هناك، قلت له حاضر. هل ده شيء يسيء ليا؟ لا، ده كده بيبان ان احنا ناس محترمه، ناس بتلتزم بالقوانين، ناس عارفه هي بتعمل ايه كويس، ونكونوا زي ما بيقولوا عنوان لبلدنا، كل واحد عنوان لبلده. تمام. زي ما قلت لكم كنت رايحه خايفه اتعامل، لقيت المعامله ولا حاجه من اللي بتيجي على الفيس، واللجان الالكترونيه تشتغل، والناس اللي هم الدوله الزرقاء تحط لنا بهارات وتفرق بيننا وبين اهلنا ونسبنا واسهرنا في السعوديه. طول عمر مصر والسعودية دولة واحدة، قبل ما الكل قرف اللي حصل الفترة اللي فاتت بالفتنة اللي بتحصل بين مصر والسعودية ديت، لعن الله من أيقظها. المهم العسكري خلص شغله، ظبط الدنيا، ظبط المرور، الدنيا كانت ماشية بسلاسة قوي، مفيش حد كان بيعترض. تمام. وبعدين راح بنفسه وداني لحد الصفا والمروة. لاحظوا ان انا كنت اول يوم في السعودية وانا تايهة، وكان لازم علي اكمل عمرتي، وانا كنت لوحدي. وجوزي طبعا كان راح هو واخته اجروا كراسي وعملوا عمرتهم على كراسي، وفاهمين يعني ايه دولة غريبة، واول مرة انزل واول يوم وتهت. خلصت السفر المرة، طبعا انا كنت بقى اشوف ولا اكل ولا شرب ولا كان معايا تليفون، معيش خط، ما كنتش لسه جبت الخط السعودي، وكان الموضوع مرهق على اقصى ما تتخيلوا. انا في المكان اللي هو الضابط ده قال لي بس ثواني، انا كان قبلها بشويه كنت هموت من العطش، مش عارفه حتى اشرب منين، معيش ميه. فقعدت جنب ناس ان هم تقريبا من اندونيسيا الفلبين، انا معرفش مين. كنت قاعده ورا كده وعطشانه والله العظيم كنت هموت من العطش، بسند على حاجه كده، قعدت في الارض وبسند على حاجه كده، لانه كان المكان كله مليان. فالحته اللي هي البلاط دي قعدت عليها بالتعب. بصيت لقيت ورايا ميه زمزم وشربت الحمد لله. كل اللي انا عايزه اقوله يا جماعه نلتزم. يعني لحد بعد ما عملت سعيت بين الصفا والمروة ورحت سألت ضابط عايزة أوصل للباب اللي أنا دخلت منه أطلع زي، قال لي هترجعي بصفا والمروة تاني؟ قلت له لا المشوار بعيد عليا. فقال لي اطلعي من هنا وارجعي كده، والمحترم ده الضابط التاني ماشي، روحي من هنا واعملي كذا واعملي كذا. ورحت ومشيت ورحت طبعا للباب اللي كنت دخلت منه قبل كده. الحمد لله ما لقيتش حد مستنيني ولا حاجه، كنت احسب جوزي مستنيني ولا حاجه او بيدور عليا، ما لقيتوش بيدور ما لقيتوش بيدور عليا ولا حاجه. المهم رحت دخلت في الارض الطواف تاني، وسالت برضو ظباط اعمل ايه او اروح فين، كل الكلام ده كله مفيش حد ما وقفش معايا. والله العظيم على قد ما كان انا خلصت عمرتي، متخيلين الساعه 9. انا كنت طبعا انتوا عارفين ان انا كنت واقعه بقالي فتره، و كان عندي قطع في وترين في رجليا، فالموضوع كان بالنسبه لي صعب جدا جدا جدا. كنت ماشيه وكنت تعبانه جدا جدا جدا. مية زمزم دي سبحان الله انقذت الدنيا معايا. وزي ما قلت لكم خلصت ورحت لظابط برضو، لو سمحت انا تايهه وعايزه اروح الباب الفلاني،
فقال لي هترجع صفا والمروه كان بعيد، كان بعيد قوي. المهم قلت له طب انا عايزه اطلع بره الكعبه وبعدين ادخل تاني. فقال لي روحي كذا واعملي كذا وخلي كذا. الناس محترمه يا جماعه، الناس بولاد ناس، الناس متربيه والله العظيم. انا تميت زي ما قلت لكم يمكن لحد الظهر. فرحت للباب اللي انا عايزاه ودورت على جوزي واخته ما لقيتهمش. طبعا هما كانوا راحوا الفندق بقى وكان هو تحلل من الاحرام وفطروا والكلام ده كله. اخته نامت وانا رحت الفندق ولقيت جوزي بيفطر الحمد لله. انا كنت عارفه انك هتيجي، يلا ما علينا. المهم اللي عايزه اقوله بعد ما رحت وصلت صح للكعبة سألت الناس تاني وبرضه ظباط عشان ما يتوهميش اروح فين. ففي واحد قال لي في هنا مكان للتايهين، ما كنتش اعرف. طبعا المكان ده انا كنت بعد عنده جنب مستشفى اجياد. فانا قلت وانا عيله صغيره كان هيبقى منظري مش حلو، حتى جوزي كان ممكن يتريق عليا. ما رضيتش اروح مكان التايهين. قعدت اسال فين شارع اجياد السد، انا كنت في اجياد السد. فواحد ابن حلال بقى في الشارع بره، يعني هم الظباط وصفولي وانا مشيت فسالت حد بقى بره، والله ما كانش ظابط بقى ده. فوداني في الشارع تقريبا كان اجياد العام. تميت ماشيه فيه لوحدي، لقيت اتوبيسات وجبال لحد ما قابلت واحد مصري. قعدنا نسال على التاكسيات، لازم يكون معاكي كارت الفندق، ما كانش معايا. كل اللي يشوفني لان وانا ببقى ماشيه بيبقى وشي احمر جدا، كان ناس كتير يحسبوني انا من تركيا. ف كان يديني ميه. فعايزه اقول الناس دي ناس محترمه، الناس دي ناس كويسه يا جماعه. مش عيب ولا حرام ولا هيسئلك ان انت او انتي تلتزمي بالقوانين او القواعد اللي الناس دي حطاها علشان سهولة الحركة، علشان انتي نفسك لو شفتي ناس قاعدة في ممر مش هتعرفي تعدي ماشي، والموضوع يبقى ليكي وعليكي. الناس ضباط الحرم انا بشكركم جدا وانتوا تستاهلوا كل خير، واستناكم فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.